تساعدهم. هذا جهاز ضرب الليزر من احسن نوعيات فورورد، وهذا الجهاز 14 برو ماكس مضروب ظهر. الشغله اللي احكي لكم عليها هي كالاتي. هذا الجهاز يعني احنا دا نبدله ظهر، ضربنا ليزر، وطبعا هذا مبدل مسبق بس ضربناه لان نعطي لك خوش كميه سيليكون، رغم هنا ماكو سيليكون هنا ماكو. المهم، فهو من الزبائن يجيني يقول لي يابا انه هذا جهاز مبدل ظهر ليزر، يعني عبال الليزر راح يسوي لك كل العمليه. عزيزي المشاهد، الليزر راح يحرق لك بس السيليكون الجوه، يبقى التبديل يمه بالصيانه. وممكن اخطاء اللي تصير عنده بالصيانه انه هذا المغناطيس مال الماك سيف ما يرجع بشكل كامل، فتربطه بالماك سيف ما يربط. ومو شرط انه كل ظهر يتبدل الماك سيف مالته يروح، لا، المفروض انه يرجع. هذا احنا عندنا ماك سيف من شركه جولدن جروب، هذا موجود لاغلب الايفونات. هذا شنو ترتيبه؟ تجيبه تلزقه على الظهر هنا اذا شلع عندك، او تشلع بالكامل وتشده هنا. دا احكي لكم فقط على المغناطيس، ما دا احكي لكم على الماك سيف دائره الشحن اللاسلكي، لان تبقى هي نفسها. ولازم ابو الصيانه من يشتغل، طبعا هذا الفيديو موجه للزبائن ما موجه له للصيانه، من يشتغل يدير باله على الفلاتات بالشغل، والتنظيف لازم يحافظ عليه. ممكن تبقى قطعه اجزاء صغيرونه كلش باي منطقه من المناطق، يصير ضغط عليها يطق الظهر الجديد. فبهالطريقة تحاول قدر الامكان انه تحافظ على الجهاز نظيف، وتحافظ على الشاصة والفريم. وطبعا مو تستعمل اي اداة، لان هذا الفريم ممكن يتجلى، لازم الشغل يكون بعناية. وقلت لكم انه تبديل الليزر مجرد راح يحرق لك الصمغ، ما راح يبدل لك الجهاز بالكامل.